لما في يوحنا 1:14 يقول ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في حضن الآب هو خبر هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. كل دي مونوجانيس. لما اتقالت عن السيد المسيح كانت تقصد ايه بقى؟ يقصد ان ولادته ولادة منفردة. يبقى اول مدلول لاهوتي كده، دخلنا بقى على المدلول اللاهوتي للكلمة. اول مدلول لاهوتي لكلمة مونوجانيس لما تتقال عن السيد المسيح معناها انه ابن وحيد لابيه. علاقة الابن بالاب علاقة متميزة. مفيش حد مولود من الاب قبل كل الدهور كولادة النور من النور، إله حقيقي من إله حقيقي، غير أقنوم الابن الله الكلمة الذي تجسد في ملء الزمان. ولادة مستمرة، ولادة دائمة، ولادة بلا انفصال. حضراتكم عارفين أن الابن مولود من الآب دي ولادة مش جسدية، دي ولادة روحية. الولادة زي ولادة النور من النور، مفيش قبلها سابق ومسبوق. يعني مفيش ان الاب جه الاول وبعدين ولد الابن، لا، ولادة الابن من الاب ولادة منذ الازل والى الابد، ولادة مستمرة. لما اجي انا اولع شمعة، اللحظة اللي اولع فيها الشمعة، هل يبدأ لهب الشمعة يتكون الاول معتم وبعدين يبدأ ينور تدريجيا يلد نور؟ لا، من اللحظة اللي يتوجد فيها لهب الشمعة هي اللحظة اللي فيها يلد النور بتاعه، وتفضل الولادة مستمرة طول ما اللهب موجود. مع فرق التشبيه الكبير بين الله وبين الحاجات المخلوقة، الله الآب يلد الابن ولادة أزلية أبدية مستمرة بلا انفصال، عكس البشر مثلا. يعني أبويا وأمي، أمي ولدتني بعد يعني لما ولدتني انفصلت عنها، بقيت كائن ايه؟ مستقل. لكن الابن مولود من الاب ما ينفصلش. يقول لك الكائن في حضن الايه؟ في الاب. عشان يقول ايه الكتاب المقدس هنا؟ عايز يقول لك انه مفيش انفصال، مفيش انفصال. امال ليه اتقال عن اقنوم الابن ان هو الابن؟ ليه يعني؟ ما دام في فرق كبير بين ولاده الابن من الاب وبين الولادة اللي احنا نعرفها في حياتنا الدنيوية، ليه اتقال عنه لقب الابن واتقال عن الاب لقب الاب؟ عشان الوحي المقدس عايز يقول لنا ايه؟ الروح القدس عايز يقول لك انه من نفس جوهر الاب. ابن الانسان انسان، وابن الحصان حصان. فعشان يوصل لك فكرة انه من نفس جوهره ومن نفس طبيعته، سمى الأقنوم المولود من الآب سمى إيه؟ الابن، عشان يقرب لذهننا معنى الولادة، وما نظنش إن الابن المولود من الآب ده منفصل عنه أو كائن تاني خالص غيره، أو إن في إلهين أو ثلاثة. لا، ده إله واحد، جوهر واحد. ولادة الابن من الآب زي ولادة النور من النور، زي ولادة الكلمة أو الفكر من العقل بدون انفصال. وما ينفعش يكون موجود الاب بدون ايه؟ بدون الابن. ده المعنى الاولاني. طب المعنى الثاني عايز يقول لك ان هو الابن الوحيد، يعني ما فيش تاني. كلنا دعينا ابناء لله، صح؟ فين موجوده في الكتاب المقدس الكلام ده؟ اتذكر فين ان احنا ابناء لله؟ اعطانا السلطان ان ندوس الحياه والعقارب. فين تاني؟ مش سامع. متى صليتم فقولوا يا ابانا الذي، احنا ابناء. اعطى كل الذين يؤمنون باسمه ان يكونوا ابناء الله. طيب بما ان احنا ابناء الله وبنقول عن المسيح اقنوم الابن ان هو ابن الله، طب ما احنا يبقى الروس اتساوت بقى، يبقى احنا كلنا ابناء لله بقى. اريوس قال كده على فكره. اريوس قال هو اسمه ابن الله واحنا كمان ابناء الله. ايه الفرق يعني؟ مالكم معظمين المسيح قوي ليه وجعلينه في مكانة الاله؟ كلنا ابناء لله.
الكتاب المقدس بيرد عليه يقول لهم الابن الوحيد. ايه الفرق؟ البابا اثناسيوس الرسولي قال عبارة جميلة جدا في ضد الأريوسيين. بص بيرد على الأريوسيين بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم لأنه كما أنه يوجد ابن واحد حسب الطبيعة، ابن واحد وحيد حسب الطبيعة، يعني ايه؟ يعني طبيعته هي طبيعة الآب، نفس الجوهر، وهو الابن الحقيقي الوحيد الجنس أو المولود الوحيد، مونوجانيس. ماله؟ هكذا نصير نحن أيضا أبناء، لكن ليس مثله هو بالطبيعة وبالحق، لا، أما إحنا بإيه؟ بالتبني، بالنعمة. دي نعمة، ادانا نعمة إن إحنا ندعى أبناء، ادانا الاسم اللقب الجميل ده، وادانا إن إحنا نقول له يا أبانا الذي في السماوات. لكن ده ما ينسناش أنه إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا إيه؟ عبيد بطلون. مين بيقول الكلام ده؟ السيد المسيح. أحيانا في ناس تتمادى في شرح البنوة أو التبني ويظنوا إن إحنا بناخد مكانة الابن من الآب ونشاركه فيها. لأ، لأ، إحنا أبناء لله بمعنى، وهو ابن الله الوحيد الحقيقي بمعنى تاني خالص. مفيش أي مقارنة بين بنوة الابن للآب بالطبيعة وبالجوهر وبين بنوتنا إحنا لله بالنعمة وبالتبني. ده ما يديناش أحقية إن إحنا نحط نفسنا مكان الابن بالنسبة للآب، لأ، هو من حيث جوهره مولود من الآب قبل كل الدهور. لكن حد يقدر يقول إن أنا مولود من الآب قبل كل الدهور؟ مش ممكن. يبقى ده معنيين مهمين في مصطلح مونوجانيس. أول حاجة بيعبر عن بنوة الابن من الآب، ولادة أزلية مستمرة، ولادة من نفس الجوهر زي ما هنشوف بعد كده. والمعنى الثاني أن بنوة الابن للآب بنوة بالطبيعة وبالجوهر، لكن إحنا بنوتنا بالنعمة والتبني. مفهوم الحتة دي؟ حد عنده أي مشكلة فيها؟ طيب كده خلصنا المصطلح الأولاني، مصطلح مونوجانيس، اللي يحب يتبحر فيه يتبحر فيه، لكن لحد هنا فده كده كويس جدا. طيب المعنى الثاني أو المصطلح الثاني بقى اللي هنطول فيه شوية، مصطلح هومو أوسيوس. هومو أوسيوس، مش هوموسيوس، هومو أوسيوس. طيب المعنى بتاعه إيه؟ بيتكون من مقطعين. هوموس معناها نفس الشيء أو متطابق معاه أو هو نفسه، هوموس. والمقطع الثاني جاي من كلمة أوسية. أوسية معناها جوهر أو طبيعة أو ماهية، هي يعني المعنى الحرفي بتاعها جوهر أو ماهية، ماهية الشيء. فمثلا جوهر الستاند ده إيه؟ خشب. وجوهر المعدن ده إيه؟ حديد. جوهره ماهيته. يبقى المصطلح معناها إيه؟ نفس الجوهر أو مساوي للجوهر أو متطابق في الجوهر، فمعناه مساوي في الجوهر. ولما يتقال عن ابن الله الكلمة معناه مساوي للآب في الجوهر. المصطلح ده تم تبنيه رسميا بشكل رسمي في الكنيسة في مجمع نقيا سنة 325 اللي عليه الكورس بتاعنا. طيب نخش على النقطة الثانية. هل المصطلح ده مصطلح كتابي؟ لا، المصطلح ده مش موجود نصا في الكتاب المقدس. موجود في تعاليم الآباء في الدسكولية وموجود في تقليد الكنيسة كله. لكن لو بنتكلم في إنه هل مذكور زي مصطلح مونوجانيس في الكتاب المقدس نصا كده؟ لا، لكن له نفس معنى الآيات: أنا والآب واحد، كل ما للآب هو لي، والذي رآني فقد رأى الآب. وهنا جه اعتراض أريوس، قال له لا معلش، ده مش مصطلح كتابي، ما تحطوش في قانون الإيمان، أنا مش موافق على قانون الإيمان عشان المصطلح ده مش موجود في الكتاب المقدس. اعترض أريوس الاعتراض ده هو وكل الأريوسيين. فجه رد القديس أثناسيوس عليه في نص جميل جدا اسمه دفاع عن قانون الإيمان. هو طبعا رد في أماكن كتير قوي، بس كان الرد الأساسي فيه في دفاع عن قانون الإيمان. قال إيه بقى؟ أنا اسمحوا لي أقرأ معاكم لأنه
اللي قاله يعني مهما حاولت اشرحه لكم مش هيجي زي اللي هو قاله. فهو بيقول ايه؟ بيقول لذلك اذا كانوا مثل الاخرين اللي هم الاريوسيين، يعني الاريوسيين دول على فكره كانوا فئات كتير، يعني اريوسيين واشباه اريوسيين وافنوميين ويوسابيين، كانوا يعني شيع، منهم المتشدد ومنهم المتسايب شويه زي ما هنشوف. فبيقول إذا كانوا مثل الآخرين يقدمون عذرا بأن هذه التعبيرات غريبة، اللي هو تعبير هرموسيوس تحديدا، يعني تعبير غريب يعني ما سمعناهوش في الكتاب المقدس، دعهم يفكرون في المعنى الذي به كتب المجمع ذلك ويحرمون ما قد حرمه المجمع، وعندئذ دعهم إن استطاعوا إن هم يجدوا أي خطأ في التعبيرات دي. عايز يقول لهم هو إيه الغلط في التعبير ده؟ صحيح هو مش كتابي، بس إيه الغلط فيه؟ ده التعبير ده محطوط علشان يؤكد الإيمان اللي استلمناه، عشان يرفض ويبعد أي هرطقة ضد الإيمان. فلو بصينا على معنى المصطلح زي ما هو هيقول لهم بعد كده المعنى بتاعه إيه، ما فيهوش أي مشكلة. احرموا نفس اللي بيحرموا المجمع بيحرم اللي بيقولوا إن الابن أقل من الآب في الجوهر، وساعتها مش هتلاقوا أي غلط في المعنى. لكن لو أنتم معترضين على المصطلح ده يبقى أنتم تعليمكم مش سليم، المعنى اللي انتوا عايزين تقبلوه معنى مش سليم. بيقول لهم بعد كده السلايد اللي بعده، لكن إذا كانوا لا يزالون يعترضون قائلين إن مثل هذه التعبيرات غير كتابية، التعبيرات دي مش كتابية يعني، وأنتوا لسه في واحد يقول لك إيه؟ لا يا عم مش كتابي، لا. عارفين اللي بتوع سولا سكريبتورا، النص بس اللي هو مش موجود في الإنجيل ماليش دعوة بيه، ما يعترفوش بالتقليد. أهو أريوس جه في الحتة دي قال كده، راح قال لهم إيه؟ قال لهم بقول لكم إيه؟ هو أنتوا بتلومونا على حاجة أنتوا بدأتوها؟ قال له إزاي يعني؟ قال لهم ما أنتوا ابتدعتوا تعبيرات أصلا مش في الكتاب المقدس. لما تقولوا ان الابن اقل من الاب، فين دي؟ لما تقولوا ان الابن مشابه للاب في الجوهر، جبتوها منين دي؟ ايه اللي في الكتاب المقدس حتى يشير للمعنى بتاع مشابه ده؟ ده مساوي وله نفس الجوهر، ده بيقول انا والاب واحد، ده بيقول كل ما للاب هو ليه. جبتوه منين الكلام ده؟ بقى زعلانين عشان جايبين مصطلح يؤكد معنى الكتاب المقدس والايمان اللي استلمناه من الاباء، وتقول اصله مش كتابي، وانتوا اصلا كل كلامكم مش كتابي. فراح قال لهم ومع ذلك، السلايد اللي بعده، قال لهم على اي حال لو في اي حد يعني مهتم بالموضوع قوي، يعني حتى لو التعبيرات دي مش موجوده بكلمات كثيره في الكتاب المقدس، لكن كما قلنا قبلا هي تتضمن ايه؟ وتحتوي معنى الاسفار المقدسه. يعني الكلمه دي بتعبر عن المعنى اللي موجود في الكتاب المقدس، فما فيش مشكله ان احنا نستخدمها ونحطها في قانون الايمان. انتوا رافضينها علشان ايه؟ مش ماشيه مع ايه؟ مع فكركم الهرطوقي. ده كان رد القديس اثناسيوس على الاعتراض بتاع ان المصطلح ده مش موجود في الكتاب المقدس. طيب معناه ايه اللاهوتي بقى؟ قديس البابا اثناسيوس شرحه شرح جميل جدا، وقال في اي كائن مخلوق يقدر يقول ويتجرأ كل ما للآب هو لي؟ في حد يقدر يقولها دي؟ تقدر تقول كل اللي ربنا لي أنا؟ مين يقدر يقول كده؟ لكن المسيح له كل المجد قال كل ما للآب هو لي، ومن رآني فقد رأى الآب. قال لهم معنى ان هو يقول كل ما للآب هو لي معناها ايه؟ معناها انه ليه ايه؟ اللي عنده امتياز الخلق، يعني لو الآب يخلق يبقى هو كمان يخلق. معناه ايه كمان؟ معناه ان هو له الخلود ابدي بلا نهايه وبلا بدايه، ازلي ابدي. وده من ايه؟ من جوهره، مش حد اداها له منا. يعني احنا ارواحنا ارواح خالده. يعني ايه خالده؟ يعني هتخلد اما في ملكوت السماوات واما بعد الشر عنا كلنا في بحيره النار. هل خلود الروح البشرية دي من نفسنا؟ يعني احنا مخلوقين خالدين؟ لا، دي نعمة من ربنا. ليه؟ لأن احنا لينا بداية، فمن المفترض ان لينا نهاية. لكن الله بنعمته أراد للإنسان وأراد حتى للملائكة أن يكون لهم صفة ايه؟ الخلود. لكن الله صفة الخلود فيه ايه؟ صفة جوهرية. فلما الابن ربنا يسوع المسيح يقول كل ما للآب هو لي، يعني أنا لي الخلود والأزلية والأبدية
صفة ايه؟ صفة جوهرية، مش منعم عليا بيها، لا دي صفة ايه؟ جوهرية. كمان بيقول لهم القدرة المطلقة، ضابط الكل، قادر على كل شيء. ما دام كل مال الآب هو ليه، يبقى المسيح كمان قادر على ايه؟ على كل شيء، والمسيح كمان ايه؟ ضابط الكل. وعدم التغيير، كل المخلوقات بتتغير، الوحيد الذي ليس فيه تغيير ولا ظل دوران هو الله. بما ان كل ما للآب هو ليه، يعني المسيح كمان بيقول عن نفسه ان انا كمان ايه؟ مفيش فيها تغيير من حيث لاهوتي ولا ظل دوران. قال لهم في مخلوق يقدر يقول الكلام ده؟ مفيش. مش على السلايد بعدها ايه؟ فبيقول لهم حسنا اذا كانت كل الامتيازات دي تخص الابن، فمن الواضح انها هكذا ليس بسبب فضيلته. لان الاريوسيين كانوا بيقولوا الابن مخلوق بس عشان يعني كويس وماشي صح، فربنا اداله حاجات مش ما اداهاش لحد تاني، يعني عشان هو ما غلطش وكده. قال لهم لا، ليس بسبب فضيلته، لكن بسبب ايه؟ جوهره، بسبب ايه؟ طبيعته. لان لو بسبب فضيلته مش ممكن يقول من رآني قد رأى الآب، مش ممكن. قال لهم كمان لكن ماذا يمكن أن يكون هذا الذي يخص جوهر الآب والمولود منه؟ أو ما هو الاسم الذي يمكن أن نطلقه عليه؟ نقول عنه إيه بقى ساعتها؟ تفتكروا يا أساتذة يا أريوسيين بيكلمهم؟ في حاجة تاني غير مساوي للآب في الجوهر؟ حد عنده أي تعبير تاني يوضح كلام الإنجيل غير التعبير ده؟ مفيش. وراح قال لهم لأنه معنى أنا والآب واحد ومن رآني فقد رأى الآب يؤكد مصطلح هومو أوسيوس. يؤكد إيه؟ مصطلح هومو أوسيوس. طيب هو المجمع ليه أصلا؟ ليه فكر يجيب مصطلح مش موجود في الكتاب المقدس عشان يعبر عن اللي موجود في الكتاب المقدس؟ إيه الداعي يعني ايه لازمته؟ يعني واحد ممكن يقول للاباء ايه؟ يعني انتوا كنتوا مجتمعين، كان ممكن تكتفوا تذكروا اللي موجود في الكتاب المقدس عشان اريوس ما يتلككش، بدل ما تدوا له فرصه يتلكك. قالوا لا، اصل احكي لكم اللي حصل. مين اللي بيحكي؟ بابا اثناسيوس. مين هيحكي اكتر منه؟ قال ايه؟ اقول لكم اللي حصل ايه. قال ان الاباء قالوا انه نور من نور، اله حق من اله حق، وهم بيصيغوا مصطلحات قانون الايمان، ما قعدوش في قعده واحده كده هوب طلع قانون الايمان، لا ده في جلسات وشهور، في كلام كتير اتقال. 3 شهور بيعملوا ايه؟ بيضعوا الصياغه. وبعدين الاريوسيين منهم ناس على فكره كانوا موجودين، زي مثلا اشباه الاريوسي زي يوسابيوس القيصري مثلا، فيقولوا ايه؟ لا معترضين، لا مش معترضين، لا مش في ايه؟ شد وجذب. فلما الاباء قالوا هنقول انه زي ما مكتوب في الكتاب المقدس وزي ما اتعلمنا انه نور من نور، اله حق من اله حق. تخيلوا الاريوسيين قالوا موافقين، ماشي، نور من نور، اله حق من اله حق. فالاباء قالوا الله الله الله، موافقين ازاي وانتوا اصلا مش مؤمنين ان الابن مساوي للاب في الجوهر؟ اتاريهم بيقولوا ايه؟ مش في ايه بتقول الذي منه كل الاشياء؟ ما احنا من الله. ولما تقول عن المسيح ان هو من الله، اله من اله، عادي، ما احنا اتقال علينا في الكتاب المقدس آلهة، عادي يعني. الاريوسيين قالوا كده. راح البابا اساس قال لهم لا، في فرق كبير لما يتقال عن البشر، يتقال عنهم لفظ في المزامير آلهة، وبين لما نقول عن الله وابن الله الكلام ان هو الاله الحقيقي الوحيد. قال لهم زي ما اتقال عننا ابناء بالتبني والنعمة، وفي فرق شاسع بين بنوتنا لله وبين بنوة الابن للآب، برضو لما تقروا كلمة آلهة تتقال عن بشر، من فضلكم اوعوا تقعوا في غلطة الشيطان بتاعت زمان، أصير مثل العلي. بابا أساس قال لهم كده نصا ضد الأريوسيين، قال لهم الشيطان أبوكم زمان كان برضو قال إيه؟ أصير مثل العلي. فأنتوا فاكرين نفسكم لما يتقال عنكم آلهة في الكتاب المقدس تبقوا تصيروا مثل العلي؟ بأمارة إيه؟ ده احنا واخدين نعمة ولقب، لكن احنا أبعد ما نكون عن الطبيعة الإلهية التي لا يدنى منها، ما حدش يقدر يقترب منها. فما تفهموش غلط وتقولوا أصل الذي منه كل الأشياء، وتقولوا عن المسيح إنه إله حق من إله حق، وإحنا الكتاب المقدس والمسيح قال قلت أنكم آلهة، يبقى خلاص، يبقى إحنا زي بعضينا كده. مش ممكن.
دي هرطقة اسمها التأله. التأله اللي بيساوي بين الإنسان وبين الله اعتمادا على كلام الكتاب المقدس ويفهموه ويفسروه غلط. عملوا زي إبليس اللي كان بيمسك كلمات الكتاب المقدس ويقول مكتوب مكتوب، فالمسيح يقول مكتوب أيضا، مكتوب أنا قلت أنكم آلهة وبني علي تدعون، بس مكتوب كمان إيه؟ مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. يعني ما تنساش نفسك أنك أنت مخلوق ومش ممكن تتغير عن طبيعتك المخلوقة وتصير إله. لكن لما يتقال عن البشر في الكتاب المقدس آلهة بتيجي بمعاني كتير، زي مثلا قد جعلتك يا موسى إلها لفرعون. فرعون هيعبد موسى؟ مش ممكن. لكن عايز يقول له إيه؟ خليت لك أنت السطوة عليه، بقيت أنت زي سيد عليه. لكن جعلتك يا موسى إلها لفرعون، هوب خلاص موسى بقى إله. الأريوسيين كانوا فاكرين كده، فاكرين إن إحنا كمان نصير آلهة. في ناس كتير زي الأريوسيين بتفتكر إن إحنا كمان هنصير آلهة زي الإله الحقيقي. مفيش الكلام ده. دي نعمة ولقب يجعلنا نتشبه بالطبيعة الإلهية. أي كلمة تتقال عن إن إحنا نصير آلهة أو نتأله تقروها معناها الحقيقي إن إحنا نصير شبه الله. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. رحمتنا زي رحمة الله؟ وما إيه الفرق؟ رحمته إيه؟ مطلقة، لكن إحنا نسبية. كونوا قديسين كما أن أباكم قدوس. هنكون إحنا كمان قدوسين وأقابلك أقول لك قدوس قدوس قدوس؟ لا، في فرق. اتفضل حضرتك. شركاء الطبيعة الإلهية. الطبيعة الإلهية يقول عنها القديس كيرلس كده أنها لا يدنى منها زي ما قال الكتاب المقدس. فمحدش يقدر يشترك في الطبيعة الإلهية بمعنى إنه ياخد حتة منها أو يكون له الطبيعة الإلهية. أمال إيه معنى شركاء الطبيعة الإلهية دي؟ لما تقروا رسالة معلمنا القديس بطرس هتلاقوا إنه عايز يقول إيه؟ إن إحنا نتقدس، نصير قديسين، ناخد من النور ونصير إحنا كمان نور. أنتم نور العالم. والمسيح على نفسه أنا النور العالم. بقينا كلنا نور العالم؟ يعني أنتم نور العالم تتساوى مع المسيح لما قال أنا هو نور العالم؟ هو نور العالم إزاي؟ عشان هو النور الحقيقي، مصدر النور. لكن أنتم نور العالم تاخدوا من نور المسيح ويرى الناس أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. تاخدوا نور المسيح لما أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. كل اللي يشوفك يشوف ربنا فيك، يشوف صفاتك يقول الإنسان ده مختلف، ده مش من هنا، ده إنسان إلهي ديفاين. ده معنى ان احنا نصير شركاء الطبيعة الإلهية، ان احنا يكون لينا من صفات الطبيعة الإلهية. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب. ان احنا الروح القدس يملانا ونكون مملوئين بالروح القدس. ايه اللي يميزنا عن ولاد العالم؟ أنتم لستم من هذا العالم. ليه؟ لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. مين الذي فيكم؟ الروح القدس، الله. الله ذاته يحل علينا ويدينا مواهبه في المعمودية. احنا بننسى الحتة دي وبننسى ان احنا لابسين المسيح وان احنا هيكل لله. هو ده معنى شركاء الطبيعة الإلهية، ان احنا نشترك مع الله في العمل. كل حضراتكم الخدام، كل من يخدم يشترك مع الله في العمل. حضرتك لما يكون فيك الرحمة وتتشبه بالمسيح وتتشبه بأباك الذي في السماوات، تشترك في الطبيعة الإلهية. ليك الرحمة، بقيت عندك قداسة. كونوا قديسين. لما تتعلم من المسيح وتشبهه، ويقول كده القديس بولس تمثلوا بي كما أنا بإيه؟ بالمسيح. هي دي شركاء الطبيعة الإلهية. لكن عمر ما كانت شركاء الطبيعة الإلهية إن احنا نصير آلهة بطبيعتنا، أو إن احنا ناخد من جوهر الله ومجده. في واحد يقول لك إيه؟ المسيح قال المجد الذي أعطيتني أعطيتهم. فواحد يقول لك أيوه أهو، لينا المجد الإلهي، لينا مجد الألوهة. ده المكتوب في الكتاب المقدس: ومجدي لا أعطيه لآخر. ومجدي لا أعطيه لآخر. أمال إيه المجد اللي بيتكلم عنه المسيح؟ المجد اللي المسيح خده في تجسده على الأرض لما تجسد ومات وقام بجسد ممجد. إحنا كمان هنقوم على إيه؟ على نفس الجسد الممجد. فالمجد الذي تعطيني تعطيهم.
هو ده مش مجد الالوهه. مجد الالوهه، مجد اللاهوت لا يمكن نشترك فيه. ده كلام الاباء والقديس كيرلس عمود الدين. احيانا الناس بتخلط بين الحاجات دي وبعضها، ويظنوا ان احنا ناخد نفس مجد الله، او ناخد نفس بنوته، او ناخد نفس القابه بشكل طبيعي. كل الكلام ده على فكره اساسه بدعه اريوس. على فكره اريوس كان بيحاول يساوي المسيح بينا، فيخليه اقل من الاب. وبعدين لما لقى الناس الكنيسه بتقول له لا، قال خلاص الابن وسط بين الله وبين البشريه، يعني حاله وسط كده. الله خلق الابن الاول وبعد كده خلق بالابن العالم. واحد يقول الله، طب وايه لازمه يخلق الابن الاول وبعد كده يخلق بيه العالم؟ يبقى هو ما يقدرش يخلق بقى لما هو لسه مستني يخلق الابن عشان يخلق بيه العالم. مفيش الكلام ده. لكن خلق كل شيء بكلمته الذاتيه. زي ما انا اقول كده، انا حليت المساله دي بفكري. هل انا فكري منفصل عني، او اقل مني، او اعلى مني، او اسبق مني، او بعد مني؟ لكن ايه، انا حليت المساله دي بفكري، يعني انا حليتها. ولا فكري اللي حلها وانا لا؟ فكري ده مين؟ فكري هنا مفيش حد فكري. فكري هو اللي حلها وانا لا. مين اللي ما حلتهاش؟ لا، انا حليت المساله بفكري، يعني انا حليتها. الله خلق العالم به، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. ده مش معناه ان الاب ما خلقش. الاب خلق كل شيء بالابن في الروح القدس، زي ما الاباء علمونا، عشان يقولوا ان ما فيش انفصال بين الاقانيم. فلما قالوا المصطلحات دي، نرجع بقى المرجوعه تاني، انا اسف ان احنا طلعنا بره. لما قالوا اله حق من اله حق ونور من نور، الاريسيين موافقين؟ قال لهم لا، مش بالمعنى بتاعكم. لكن اله حق من اله حق يعني له نفس الجوهر ومساوي للاب في الجوهر. عرفتوا بقى ايه اللي خلى الاباء يحطوا مصطلح ما كانش موجود في الكتاب المقدس علشان يمنعوا سوء التفسير بتاع الاريسيين اللي بيضحكوا بيه على البسطاء. فقالوا لا، ده احنا لازم نأكد انه مساوي للاب في الجوهر، له نفس الجوهر الالهي. عشان كده القديس اثناسيوس بيقول في دفاع عن قانون الايمان: لذلك اضطروا ثانية. بصوا اضطروا دي، الاباء اضطروا، يعني مش غاويين، لكن اضطروا لما لقوا اريوس والاريوسيين مصممين على كده. اضطروا ثانية لإيه؟ من جانبهم أن يجمعوا معنى الأسفار الإلهية، وأن يقولوا ثانية ويكتبوا ثانية بوضوح وتحديد أكتر ما كانوا قد قالوه قبلا، أن الابن هو مساوي في الجوهر للآب، هومو أوسيوس. فإن المجمع إذ وعى وفهم ذلك، فهم اللعبة بتاعت الأريوسيين، فقال كتب بطريقة مناسبة تعبير مساوي في الجوهر لكي يهزموا ضلال الهراطقة، ولكي يظهروا أن الكلمة ابن الله مختلف عن أي مخلوق تاني، لأن هو مش من المخلوقات، لكن هو إيه؟ الخالق. جم بعض الأريوسيين بيسموهم أشباه الهريوسيين أو الهوميين، قالوا بصوا خلاص احنا ممكن نجيب تعبير تاني نوفق عشان نصلح ما بين الاريوسيين والكنيسه. نقول ايه؟ بدل ما نقول هومو اوسيوس مساوي للجوهر، نقول لا، نقولها هومي اوسيوس. شكلها نفس الكلمه كده، تحسها شبهها، في فرق وحيد كده في حرف اسمه حرف اليوتا. حرف اليوتا اللي عامل زي الاي كده. طب ايه معنى هومي اوسيوس دي؟ ايه الفرق يعني؟ تفرق؟ حرف واحد يعني عادي، عديها عديها يا بابا اثناسيوس، ما تدققش بقى عشان سلام الكنيسه، الكنيسه هتتشق. قال لهم لا، لازم ادقق. ليه؟ لان هومي اوسيوس دي معناها مشابه للاب في الجوهر. فواحد ميل على البابا اثناسيوس كده قال له على فكره انت قلتها قبل كده. قال لك لا لا لا، ما قلتهاش بالمعنى بتاعهم ده، ولا كان قصدي زي ما هم بيقولوا. ده لو هم بيفهموها كده انا مش هقولها تاني. وكلمة اللي نقولها هي هومو اوسيوس. طب ليه؟ قال لأن هومي اوسيوس مشابه في الجوهر دي كلمة العبان كده خبيثة. ليه؟ معنى ان في تشابه يعني هنتشابه في حاجات وحاجات تانية لا، صح ولا ايه؟ يعني معنى ان احنا هنتشابه يبقى في حاجات مش هنتشابه فيها، لان احنا لو كنا متشابهين في كل حاجة يبقى هومو اوسيوس مساوي للاب في الجوهر. قال لهم لا، ما ينفعش. طب الحاجة التانية ايه؟
ان المشابهه ما تنفعش تكون في الجوهر لكن تكون في الصفات والعادات. الحته دي بقى البابا اثناسيوس بالمنطق قالها لهم، قال لهم ما فيش حاجه اسمها مشابه في الجوهر اصلا، ده كلام مش منطقي. وهديكم مثال. واحد البابا اثناسيوس اتكلم في نص من النصوص بتاعته عن قانون الايمان، بيقول فيه ايه؟ قال لهم بصوا المشابهه ما تنفعش في الجوهر. بصوا السلايد اللي بعدها، هات السلايد اللي بعدها كده. بيقول لهم لو قلنا عن انسان يشبه كلبا، او خلينا بلغتنا العصريه بتاعتنا اقول لك مثلا الواد ده زي الاسد، هل ان هو زي الاسد يعني جوهره بقى جوهر الاسد، بقى حيوان لا مؤاخذه؟ مش ممكن. امال لما بقول لك ان هو زي الاسد اقصد بيها ايه؟ في الشجاعه، في القوه، في الجرأه. لكن زي الاسد تقوم انت تقول لي مشابه اهو، يبقى مشابه في الجوهر. يعني ايه مشابه في الجوهر؟ يشبه الاسد في صفه من صفاته لكن عمره ما يشبهه في جوهره. هو يا زيه في الجوهر يا مش زيه، مفيش حاجه اسمها شبهه في الجوهر دي. يا مساوي للاب في الجوهر يا غير مساوي للاب. لما اقول ان انت زي الاسد يا انت مساوي للاسد في الجوهر يا مش مساوي للاسد، وابقى انا اقصد بالمشابهه هنا صفه معينه اللي هي صفه مثلا الشجاعه او القوه. لما اقول مثلا طيب قال لهم اديكم مثل تاني، اقول مينا يشبه بطرس، مينا يشبه بطرس. هل لما بقول لك ان هو مينا يشبه بطرس انت تقول لي يشبهه في الجوهر؟ حبيبي ده مساوي ليه في الجوهر، ده انا وانت مساويين في لينا نفس الجوهر، بس انا منفصل عنك، بس لينا نفس الجوهر، انا جوهري انساني وانت جوهرك انساني. فمش محتاج اقول ان مينا مشابه لبطرس في الجوهر، لان مينا وبطرس مساويين في الجوهر على فكره. انا جوهري جوهر بشري وبطرس جوهره جوهر بشري. امال لما اقول مينا يشبه بطرس اقصد ايه؟ يشبهه في صفه من صفاته عادي، ذكي زيه، شاطر زيه، بليد زيه، هيشبهه في صفه من صفاته او في عاده من عاداته. يقول لك ده زيه كل يوم يقوم الصبح من الساعه 6، ده طالع زي ابوه كل يوم يقوم الصبح الساعه 6. لكن طالع زي ابوه اكيد مش معناها انه طالع زي ابوه انسان، ما دي حاجه مفهومه يعني مش محتاجه نقولها. يعني طالع زي ابوه بني ادم، امال هيطلع ايه يعني؟ هيطلع انفض؟ مش ممكن يعني. فقال لهم المشابهه ما ينفعش نقول مشابه في الجوهر، دي كلمه مش منطقيه، الناس تضحك علينا لو قلنا مشابه للاب في الجوهر، حاجه تضحك. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا مش فاهمين حاجه. مساوي للاب في الجوهر، له كل صفاته وله نفس الجوهر. وده كمان يختلف عننا احنا اللي مساويين لبعض في الجوهر. يعني انا مساوي لبطرس في الجوهر مثلا ومساوي لحضراتكم في الجوهر، لكن انا وانتوا مش انسان واحد. انا انسان وحضرتك انسانه وحضرتك انسان، كل واحد فينا انسان منفصل. لكن الابن مساوي للاب في الجوهر، اله واحد مش الهين، اله واحد مش الهين. في فرق كمان، يعني حتى الكلمه لما تتقال عننا غير لما تتقال عن الابن. الابن مساوي للاب في الجوهر، اله واحد وليسوا الهين او ثلاثه. احنا شفنا الكلمة هومو اوسيوس في التحليل اللغوي. هومو مش معناها واحد، هومو مش معناها واحد، نتكلم عن المعنى اللغوي. هومو معناها عارفين كلمة هوموجينس بالانجلش اللي هي يعني متجانس كده، يعني ليه نفس الايه؟ ليه نفس الماهية او نفس الجوهر. فهومو يعني متطابق او له نفس. كلمة واحد دي كلمة تانية خالص في اليوناني، وشفنا كلمة شبهها اللي هي مونوس في مونوجانيس، الابن الوحيد، الواحد الوحيد. فكلمة واحد في اليوناني تيجي مونوس وتيجي مية، زي ما بنقول كده المسيح طبيعة واحدة، مية فيزيس. فليها كلمات تانية خالص غير هومو. فلما بتتقال واحد مع الاب في الجوهر المعنى صح، عايزين نقول انه له نفس الجوهر، تمام؟ لكن طبعا بما ان حضراتكم خدام وبناخد كورس وبنتعلم حاجه بقى مظبوطه، نبقى فاهمين ان الكلمه ترجمتها الادق مساوي للاب في الجوهر، مساوي في الجوهر، هومو اوسيوس، او يعني كمان لو هتوضحها اكتر له نفس الجوهر، متطابق في الجوهر تماما. ممكن، ولكن الكلمه معناها مساوي في الجوهر او متطابق في الجوهر او نفس الجوهر نفسه، الجوهر نفسه.
ما واحد دي مش ادق حاجه، ما انا بقول واحد مع الاب في الجوهر مش ادق حاجه. بس ما تجيش انت بقى مثلا في وسط القدام، احيانا المعلمين بقى في اسمع معلمين يقول لك ايه، اول ما يجي على الحته دي يسكت، اللي يقول مساوي يقول واللي يقول واحد يقول، عشان ما نلخبطش نفسنا. عادي، ما نعملش يعني مش حاجه نعمل عليها بلبله، احنا فاهمين، معناش اريوسيين هنا صح؟ خلاص يبقى نقول واحد مع الاب في الجوهر عادي، ونقول مساوي للاب في الجوهر، المهم ان المعنى واصل للانسان اللي بيصلي. لكن لو هنيجي بقى كخدام ونتكلم بقى شبابنا وكده، افهمه ان الكلمه معناها الادق مساوي للاب في الجوهر او له نفس الجوهر. تمام؟ تمام. طيب اخر حاجه هختم بيها، واسف لو طولت عليكم. هل ينفع نقول عن الروح القدس انه مساوي للاب في الجوهر او مساوي للابن في الجوهر؟ الاريسيين برضه سالوا السؤال ده، قالوا ما نقول، وتحديدا بقى مقدونيوس، يعني مقدونيوس بتاع بدعه اللي هو الروح القدس. ينفع نقول ان هو مساوي للاب في الجوهر عادي. بابا اثناسيوس قالها في رسائله عن الروح القدس، قال يتضح ان الروح ليس واحدا بين كثيرين. ايه الكثيرين دول؟ مخلوقات، يعني عايز يقول لهم الروح مش مخلوق يعني واحد من وسط المخلوقات، ولا هو ملاكا، ولكنه لانه واحد، اقنوم واحد، وبالاكثر لانه خاص بالكلمه. يعني الروح القدس ده خاص بالكلمه، ومش خاص بالكلمه الذي هو واحد بس، ده خاص بالله الاب كمان، فهو من نفس الجوهر، هو مؤسيوس. ايه المشكله يعني؟ الروح القدس مساوي للاب في الجوهر، لان المساواه في الجوهر تخص الاقانيم في الثالوث، ما تخصش اي مخلوق ايا كان. محدش مخلوق يتقال عليه هومووسيوس مع الاب او مع الابن او مع الروح القدس. الاب والابن والروح القدس هم مساويين في الجوهر. دي خلاصه الكلمه. تمام؟ تمام. ده بالنسبة للمعاني اللاهوتية بتاعت مصطلح هومووسيوس واللغط اللي دار عليه، وازاي الآباء وصلوا للمصطلح ده نتيجة ايه؟ الأريوسيين والخبث بتاعهم اللي كانوا عايزين بيه يحاولوا يعني يتلاعبوا بإيمان الكنيسة على هواهم هم عشان ما يطلعوش غلطانين. وياما ناس بتحاول تتلاعب على إيمان الكنيسة وتجيب مصطلحات وتعقد الدنيا، لكن الكنيسة ثابتة من أول ما المسيح أسسها وإلى أن يستلمها السيد المسيح، مؤسسة على الإيمان الذي أعطاه الرب، كرز به الرسل، حفظه الآباء القديسين، وبنعيشه. اوعى تكون مش عايشه، لازم تعيش الأمور دي، مش مجرد بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله لا يبدأ خالق السماء والأرض. بنقولها ساعات بسرعة في باكر ونبطأ في القداس. احب اشوف بعض الكنايس كده في باكر نقولها بسرعه، ونيجي في القداس بالحقيقه نؤمن باله واحد. ده احنا لازم نركز في كل كلمه في الصلاه الربانيه وفي كل كلمه بنصليها، وحتى في التسبيحه، عشان نفهم ايماننا ونعيشه ونسلمه لاولادنا ومحدش يقدر يضحك عليهم. اشكركم لاستماعكم، شكرا لانكم استحملتوني. لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.